كنت في سيشن واحب اشير معاكم كده. كنت بشير ايه مع كلاينت، لان هي عملت غلطه كتير قوي من السيدات بيعملوها في العلاقات، وهي ان يحصل مشاكل بيني وبين اهلي اروح احكيها لجوزي والعكس. دي من اكتر الحاجات الغلط واللي بتعمل مشاكل بين الطرفين. ليه؟ لان لما هتروح تحكي لاهلك مشكله حصلت بينك وبين جوزك، في بعض الاهل عندهم وعي وهيعرفوا يتعاملوا مع الموضوع، بعض الاهل التانيين بالعكس هيسخنوا تجاهه، هيقوموكي عليه، او هيحصل مشاكل. وحتى لو الدنيا بقت كويسه ما بينكم هم هيفضلوا شايلين منه. نيجي للعكس، انتي روحتي تحكي لجوزك حاجات تدقق على اهلك ضايقوكي، هيحصل نفس الموضوع. في جزء منهم هيشيل منه من كتر ما هو بيحبك فيبقى حاسس ان هم ظالمين، ممكن يبقى عايز يتدخل، ممكن يبقى اجريسيف. في جزء تاني ممكن يستغلك ضدك، لان بالنسبه له اما اهلك نفسهم عملوا معاكي كده فانت مالكيش غيري، فيبدا يبقى متحكم اكتر او يتعامل يعني بعدم احترام شويه او في يا جماعه كوتشز ده تخصصهم، في اشخاص كوتشز واخصائيين متخصصين علاقات. لما يبقى عندك مشكله مع الاهل او مع الزوج بتيجي للناس اللي زينا، لان مع كامل احترامي احنا دارسين وعندنا خبره اكبر بكتير من اللي ممكن ترجعي لاهلك فيها او ترجعي لجوزك فيها. وكل ده الاهم ان ده مش هيوصل للطرفين، فمش هيعمل مشاكل بين الطرفين ومش هيوقعك ما بينهم في النص. حاولوا تتجنبوا الخطأ ده، وحاولوا ان انتوا لما تلاقي نفسك متضايقه قوي اقعدي مثلا اكتبي، قومي انزلي تمشي، لكن ما ترفعيش بسرعه سماعه التليفون تروحي مكلمه طرف فيهم. احكي كل حاجه وعيطي وشيليهم وسخنيهم واسمعي منهم كلام هيضايقك وهيأثر على علاقتكم.